بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على الأيام الجميلة اللي هي هلت علينا دي. وأول الأيام هو رجب، وبعدين شعبان، وبعدين شهر رمضان اللي كل الناس بتستناه. فإحنا إن شاء الله كده بإذن الله عايزين ندخل الأشهر الجميلة دي وإحنا كسبانين مش خسرانين. صلوا على النبي يا حبايبي، يا بنانيت يا حلوين، إخواتي في الله. إحنا بندخل رجب. رجب شهر عظيم وشهر كريم. بيبقى فيه الأربع، الخميس والخميس دايما، يعني حتى احنا بنصومهم طول السنة، بس معظم الناس بتصومهم ايه امتى؟ لما يجي شعبان ورمضان بنصوم الاثنين والخميس دايما. ف... يعني ربنا ييسر اموركم كده، علشان ايه؟ تعودوا نفسكم على الصيام وتدربوا نفسكم، يعني تدريب للمعدة وتدريب لجسم الانسان، ان احنا نتعود على الصيام. هو الحمد لله السنة دي مش هيجي في البرد قوي، هيجي في الجو حلو، هيبقى الجو خريف وحلو إن شاء الله بإذن الله. فإحنا الأيام اللي إحنا بنصومها دي هي المفروض الأيام دي تتصام طول السنة، مش الخميس بس والأربع بس، لا. مش رمضان مش شعبان بس ولا رجب بس، لا، المفروض إن إحنا نصومها طول السنة. فمعظم في ناس بتصومها طول السنة، ومعظم بقى الناس بتصومها امتى؟ أول ما يهل رجب يبتدوا يصوموا الاثنين والخميس. مش وحش، كويس الحمد لله. بس ايه بقى؟ نصوم الاثنين والخميس، ونصوم 13 و14 و15، دول الأيام القمرية من كل شهر عربي. احنا بنصوم 3 أيام اللي هما في نص الشهر، دول كل المسلمين بتصومهم. لا، هو في ناس بتصومهم وناس لا، ناس متعودة عليهم وناس مش متعودة عليهم. والله يا جماعة لو اتعودتوا تصوموهم أيام حلوة جدا. وبعدين الصيام صحة، الصيام حلو. الصيام بيريح المعدة، وبعد ما بتفطري المعدة بتشتغل بكفاءة أحسن، وبتشتغل كويس، بتاخد راحة. يعني سبحان الله، زي ما بتبقي شغالة وترتاحي، بعد كده بتقومي نشيطة. هي نفس نظام المعدة ما بتقعد شوية من غير ما تشتغل، بعد ما تيجي تتواصل وتشتغل تاني بتبقى يعني كفاءتها أحسن وأحسن في كل حاجة. فهي إيه المعدة كده بترتاح. يعني الصيام بيتحسب لك أجر وثواب عند الله، وبيحسن لك المعدة، وبتاخد أجر وثواب. سبحان الله. وبتدرب نفسك على الصيام عشان رمضان. شوف بقى الحاجات بتاخدها قد إيه. فإن شاء الله بإذن الله رجب هل علينا بخير اهوت ودخلنا فيه. نبتدي نصوم الاثنين والخميس، ندرب نفسنا على الصيام، عشان لما يجي رمضان نبقى ايه، حتى لو عندنا عيال صغيرة وعايزينها تصوم، ندربها في الايام دي. الايام دي ايام مش حر، الجو فيها كويس والنهار قصير، فممكن الاولاد الصغيرين يتعودوا فيها، يدربوا نفسهم على الصيام علشان لما يجي رمضان يبقوا متعودين. دي فرصة كويسة جدا يا جماعة قبل رمضان، ان احنا نعود اولادنا عشان لما يجي رمضان يبقوا متعودين على الصيام ويقدروا يصوموا. وممكن العيال الصغيرة شوية احنا بنصيمهم نص يوم، يعني مثلا بنصوم لغاية الظهر، وفي الأكبر شوية بيصوم لغاية العصر، وفي الكبير شوية بيكمل اليوم. المهم احنا بندرب أولادنا على الصيام ونعرفهم إن دي ده فرض علينا، الصيام ده فرض علينا، فلازم الأولاد يتعودوا عليه. مش في شعبان بس، لا، في شعبان وفي رجب. يعني احنا دخلنا رجب اهو، نصوم اثنين وخميس، ونصوم 13 و14 و15 من كل شهر، الثلاث ايام اللي هم القمريه في شعبان وفي رجب. وهيهل علينا رمضان طبعا، علينا وعليكم بخير، هنصوم كلنا. يبقى العيال بقى متدربه، وانت كمان تبقي عندك استعداد
معدتك اتعودت على كده، وندخل بقى رمضان ده بقى واحنا ايه معانا حسنات، ونبقى كده يعني متعودين على الطاعة بتاعت ربنا، ونعمل خير ونطلع صدقات على قد ما نقدر. الصدقة والله يا جماعة، الصدقة دي كويسة جدا جدا. يعني الإنسان لو ابنه عيان وطلع الصدقة ديت بنية الشفاء، ربنا بيشفيه والله العظيم، ربنا بيشفيه. يعني قال إن الصدقة دي بتشفي المريض وبتدفي غضب الرب، سبحان الله. يعني سبحان الله، لما كنت تعبانه واطلع صدقه وانسبها لله، انسب الصدقه لله بنيه الشفاء لفلان، لابن فلان كده، ربنا بيشفيه على طول. وناخد برضو بالاسباب ونروح للدكتور، بس نطلع صدقه ونصلي ركعتين لله ونروح للدكتور. ان شاء الله باذن الله من اول معلقه دواء العيل ربنا بيشفيه على طول بامر الله. مش في كده ساعات نبقى العيل تعبان ونروح لدكتور، انت كمان وانا كمان بنبقى تعبانين احيانا ونروح للدكتور ده ما احناش جايين عليه، ونروح للدكتور ده ما احناش جايين عليه. ف... فاحنا ان شاء الله لما نطلع صدقة ونتوكل على ربنا، عشان الشفاء ده من عند الله مش من عند العبد ولا من الدكتور، هو الشفاء ده من عند الله. ما هو الدكتور الا سبب، بس احنا بناخد بالاسباب ونطلع صدقة لله بنية الشفاء. فباذن الله ربنا بيشفي الانسان ده على طول، اذا كان ولد ولا بنت ولا كبير ولا صغير، ربنا بيشفيه كله من فضل الله وكله بامر الله. فيا جماعه الصدقه دي فضلها كبير قوي قوي. يعني مش لازم حاجات كبيره، مش لازم حاجات كبيره، يعني بيكون باقل القليل. يعني مثلا حد بيقبض مرتب، اطلع كل شهر حاجه. بقبض معاش، اطلع كل شهر حاجه باقل القليل. مش هقول لا ده انا معاش صغير مش هطلع منه، لا، اطلع على قد ما اقدر. اطلع اللي بيقبض مرتب برضو على قد ما اقدر اطلع. سبحان الله، بيقول لك في اموالكم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني هم لهم حق في اموالنا، في اي حد. يعني انت بتقبضي معاش قليل، الفقراء والمساكين ليهم حق فيه، لهم حق فيه. فانا والله من ساعه ما سمعت الحديث ده اللي هو في اموالكم حقا معلوم للسائل والمحروم، وانا الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. ربنا يكرمنا ويكرم الناس كلها جميعا يا رب العالمين. وبقول لكم كمان مره باقل القليل، مش لازم تقولي لا انا ما معيش اصدق ده، لا، ده لو اي حاجه. انت عارفين لو جنيه يمكن ربنا يضعفهولك ويبقى كبير قوي عند ربنا، ويبقى زي جبل احد. ربنا بيضاعف الصدقه بمثلها ومثلها، والله اللي ضاعف لمن يشاء. ما تعلمش دي يبقى فضلها ايه من عند الله. فسبحان الله والحمد لله، احنا داخلين على ايام مفترجه ولازم ندرب نفسنا ونبقى للاحسن، ونبقى يعني عارفين حقوق ربنا، وعارفين ان ده شهر مفترج، ولازم صيامه ده فرض علينا. لازم نكون مستعدين للصيام والصدقات والشهر اللي كله خير ده، كله خير على الفقراء وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب العالمين. وأنا بس حبيت أقول لكم كده حاجة كده، يا رب تكونوا استفدتوا مني، يا رب تكون أنا بفيدكم بأي حاجة بأي معلومة. وبحبكم في الله، بحبكم في الله. وجزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير، ومع ألف ألف سلام.